ابن سلمان أعلن أنه لديه الاستعداد لالتفاق الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية، بس بشرط الدولة، وده اللي هياخدنا بقى للقرار. ما هو طبعا لازم يبقى التطبيع لازم يحصل. قال انه عنده استعداد للانضمام الى اتفاقات الدولة، بس بالشرط بتاع السعوديه اللي هي اقامه الدوله. عشان كده القرار طلع النهارده بالليل قبل ابن سلمان ما يجي، وده الكورس اللي الاستاذ اسلام كان بيسال عليه، اللي هو احنا بنعمله كل يوم، انه ما فيش حاجه في السياسه بتتم بالمصادفه. انه قرار مجلس الامن الذي يصدر الليله في مجلس الامن الخاص بغزه يصدر قبل لقاء ترامب وابن سلمان، وهذا القرار مجحف. الفصائل الفلسطينيه كلها رفضته. لكن انا هقول لك انه في بعض الجوانب الايجابيه. قرار مجحف طبعا، قرار الاتيان بقوه دوليه وتسليم السلاح يعني ايه، اطلع بره انت نتنياهو بجيشك واحنا هنخلص العركه دي. تنفيذ ما اراده نتنياهو بدون خسائر عند نتنياهو. لكن الاشاره اللي انا بربط بيها الحاجتين ايه هي بقى؟ الاشاره ايه؟ انه القرار يطلع يقول انه في المستقبل سنعترف باقامه دوله. دي اول مره تصدر هذه الاشاره من امريكا، دي اول مره انه احنا في المستقبل سننشئ دوله. ويجي ابن سلمان يتقابل ده الكلام ده الصبح، ويجي ابن سلمان يتقابل بالليل يقول له انا هطبع مع اسرائيل بس لما يبقى في دوله. طب انا عملت لك دوله اهو. فهيتم بلوره القرار اللي طلع النهارده ده عشان ياخد شكل دوله، عشان تروح السعوديه تطبق. النهارده اسرائيل هيوم نشرت الكلام ده. اسرائيل هيوم نشرت انه بالفعل هناك خطه لاقامه دوله على جزء. ركز معايا بقى في اخر شويه دول، الله يبارك لك، اخر 10 دقائق. انه هناك خطه لانشاء دوله على جزء من ارض الضفه، جزء، مش كل الضفه. طب وغزه؟ لا لا، اركن غزه دي بره الموضوع خالص. غزه دي هيبقى لها ترتيب مختلف. فيتم انشاء الدوله منزوعه السلاح وليست ذات طبيعه جغرافيه متصله. انا بقول لك ركز عشان تبقى فاهم. دوله ليست ذات طبيعه جغرافيه متصله. يعني ايه؟ يعني في شارعين بينهم مستوطنه، دي بتاع مش ارضك يا حبيبي، دي تبع اسرائيل. يا عم ده جوه، ده الشوارع تحيط بها من كل ناحيه. لا يا حبيبي، دي بتاعتنا وهندخل لها الاكل والشرب والحاجات دي. فهيعملوا دوله على جزء من الضفه الغربيه غير متواصله الجغرافيا، دوله منزوعه السلاح. اتفضل يا عم الدوله اهي. يلا بقى ابن سلمان، خشوا كلكم، خشوا في الاتفاقات الابراهيميه من كل ايه، من كل فج عميق، تعالوا. فطبعا ده كلام عشان نبقى فاهمين ازاي الدنيا بتترتب هذا الترتيب العجيب. يعني ان مفيش حاجه في السياسه كده. اصل مين اللي يعني الناس الطبقه العاديه مش هتاخد بالها انه القرار يتعمل الصبح وابن سلمان يجي بالليل؟ طب ما اتعملش قبلها بيومين ليه؟ لا، هي القصه مترتبه عشان تبقى في اشاره اقامه الدوله، وابن سلمان يقول لك انا موافق على التطبيع بس بشرط اقامه الدوله. خلاص هنعملها لك دلوقتي. هذا القرار طبعا عايز اقول لكم، قرار مجلس الامن ده هو فيه ميزتين بس، وهاتان الميزتان نقل لي عن طريق بعض اخواننا الفلسطينيين. طبعا اخواننا الفلسطينيين رافضين وشايفين انه ده قرار ظالم ويعيد فكره حاله الانتداب الدولي، وانه قرار يعني اشبه بفكره الاحتلال العالمي، وان مجلس السلام ده كله في العبيط يعني. لكن في ميزتين. الميزه الاولانيه انه انهى الحرب تماما. يعني الميزه دي انه لا يستطيع نتنياهو الان نقص بالكافسين يعني وقف اطلاق النار والعوده الى الحرب خلاص. وخاصه بعد قدوم هذه القوات اللي لسه هيتم تشكيلها. والحاجه الثانيه انه هيبدا فعلا اعمار غزه، لانه قرار شامل الاعمار. فهاتان ميزتان داخل القرار فقط. اما بقيه القرار
فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل على الارض. خلينا نشوف يا جماعه ايه اللي هيحصل على الارض. اصل احنا قلنا قبل كده ان هو اله واحد بس في السماء، لا اله الا الله، وكتاب واحد بس مقدس لا يحرف، القران الكريم. اي حاجه غير دول قابله انها او لا. اي حاجه غير دول قابله انها او لا. فخلونا نشوف ايه اللي هيحصل، لانه اوعى تفقد إن ايمانك بان الله من ورائهم محيط وانه يدبر الامر لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اوعى تفقد ايمانك، اوعى تقتنع ان الامور كلها بالاسباب وان رب الاسباب غير موجود. لا لا، هو ليه ترتيباته. وزي ما بقول لك كده، لو كنت معايا انت من اول البث، انا بقول لك الست مارجور جرين النائبه الجمهوريه طلعت اتهمت ترامب انه خائن، اللي هي كانت من اشد انصاره تأييدا له. اتهمت ترامب انه خائن لانه بيبدي مصلحه اسرائيل عنه. فالدنيا عماله تتغير، ربك بقى بيرتبها بحاجات تانية. احنا دورنا ودور الجماعه اللي هناك المقاوم الخضر والمقاوم وكده، الكلام ده كله يقولوا انه موقفنا كذا وان احنا نعمل كذا، ودورنا ان احنا ننكر هذا الاتفاق وننكر هذا القرار، لكن في الاخر بنسلم القياد لله سبحانه وتعالى. الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هل ترى ان الجزائر صوتت بناء على قناعتها ام ضغط الدول العربيه والاسلاميه؟ لا، طبعا كله ضغط. وكمان موضوع الجزائر ده هياخدنا الى موضوع لماذا لم تعترض روسيا والصين. لان روسيا والصين هما انتوا عارفين مجلس الامن 15 عضويه، 5 دائمين اللي هما معاهم الفيتو و10 متغيرين. ال10 متغيرين كان فيهم الدوله العربيه الجزائر، لكن ال5 اللي هو حق الفيتو يبوظ القرار. روسيا والصين لم تستخدم حق الفيتو ولكنها امتنعت عن التصويت. هنا يا اسلام درس كورس التحليل السياسي، اللي هو ليه عملوا كده؟ كانوا ممكن يفشكلوا. لا، لسببين. السبب الاول ان هو عايز امريكا تنشغل بهذا الملف وتتورط فيه، وهو هيبقى حابب جدا لو امريكا كمان اتورطت في فنزويلا والمكسيك والحاجات دي كلها، لان دي ورطات. عارف انت يعني حبيبك يتمنى لك الغلط، اهو ده قصده عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط، فهو ده. فده الرقم الاولاني. الرقم الثاني انه السياسه وين وين. بالتاكيد الامريكان قالوا للروس والصينيين سيب دي عشان اديك تانية. مفيش حاجه في السياسه كده، مفيش حاجه في السياسه بلا ثمن. يعني من المؤكد ان روسيا والصين سكتت مقابل اثمان هتاخدها. عدي لي القرار ده عشان يلزمني، هبقى اعدي لك قرار تاني عشان يلزمك. لما نروح لموضوع اوكرانيا هيبقى فيه كلام تاني. لما نروح في الصين مثلا لموضوع التعريفات الجمركيه والرقائق الالكترونيه هيبقى فيه كلام تاني. فهمت يا استاذ اسلام؟ فهي القصه ماشيه كده.